في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات اللي احنا بناكلها في المطاعم، بس هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة حلوة جدا وبطريقة بسيطة كمان. هنعمل مع بعض بيكاتا بالمشروم. روحي كده عند الجزار وقولي له انك عايزة تعملي بيكاتا، هيقطع لك كده شرايح كده من وش الفخدة، بس بتكون تخينة شوية. هي بتبقى نفس شرايح البفتيك، بس دي بقى بتبقى تخينة شوية لانها كمان ما بتاخدش وقت في السوى. نزلت عليها بشويه من الفلفل الاسود، حوالي نص معلقه صغيره، ونزلت كمان بشويه من الملح وقلبتهم كده مع بعض كويس قوي. جبت هنا بقى شويه كده من الدقيق، هبدا احط شرايح اللحمه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس مجرد بس ان انا ابدرها بالدقيق كده مش اكتر، زي ما هو واضح قدامكم كده. بعد كده هاخدها بقى على صينيه، هنزل هنا بمعلقتين كبار من الزبده وشويه من الزيت عشان الزبده ما تتحرقش مننا. هبدا انزل كده بشرايح البيكاتا بتاعتنا. اول ما تبدا تاخد لون هروح قلبها على الناحيه التانية. زي ما انا قلت لكم هي ما بتاخدش وقت خالص خالص في السوا. اول ما بدات تاخد لون من ناحيتين كده هبدا اشيلها. في الوقت ده بقى هقطع المشروم بتاعنا في نفس الطاسه. هنزل كده بالمشروم، لو حسيتي ان الطاسه محتاجه شويه من الزيت حط لها. نزلت هنا كده بمكعب من الزبده وفص واحد بس من الثوم. هقلب كده المشروم مع الثوم مع الزبده، مش قادره اقول لكم الريحه خطيره خطيره بصراحه. اول ما يبدا يتشوح كده بقى هبدا اشيل كده المشروم بتاعي. معايا هنا معلش بقى الكاميرا ما كانتش مظبوطه. معايا هنا صوص ديمجلاس، دي كيس كده بتجيبيه من السوبر ماركت بيكون مكتوب عليه صوص الديمجلاس، بس معلش بقى الكاميرا ما كانتش مظبوطه. خدت نص الكيس ده على كوبايه من الميه، وهبدا انزل كده في نفس الطاسه اللي احنا حمرنا فيها المشروم واللحمه. هبدا انزل بالديمجلاس كده، وحطيت شويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح. انا هسيب لكم على فكره صوره الكيس في التعليقات هتلاقوها. اول ما تبدا كده الصوص بتاعنا يغلي هبدا انزل باللحمه وانزل بالمشروم. اول ما يبدا يغلي معانا هتلاقيه تقل معانا وبقى بالشكل الخطير ده. تعالوا بقى نعمل سلطه حلوه جدا. معايا هنا كوبايه زبادي وربع كوبايه من المايونيز، اقلبهم كويس كده مع بعض. ومعايا معلقتين كبار من الشبت، ومعايا هنا معلقتين كبار من الخيار المخلل، ونص معلقه صغيره من النعناع المجفف، وربع معلقه صغيره من الفلفل الابيض. لو ما عندكيش حطي فلفل اسود مفيش مشكله، ومعلقه صغيره من الخل. وظبطت بقى الملح، مش قادره اقول لكم السلطه دي خطيره خطيره. وفص من الثوم. جربوها، انا واثقه ومتاكده ان هي هتعجبكم جدا، وكمان مع اكله النهارده حلوه قوي. تعالوا بقى نقدم الطبق مع بعض. انا قدمته النهارده مع رز ابيض، هو اصلا غالبا البيكاتا بتتقدم مع رز ابيض، ومع السلطه دي كانت طعمها حلو جدا. انا عايزاكم تجربوا وصفه النهارده، بسيطه وطبعا عملناها في البيت، مش كلفتنا كتير زي سعرها بره في المطاعم. هستنى بقى منكم شير حلو تقولوا رايكم ايه في وصفه النهارده.